اللي بيحصل دلوقتي في السوق محدش فاهمه، الدهب بيزيد والدولار بينزل. عشان كده الكل بيسأل هو ايه مصيرهم الفترة الجاية، خصوصا ان في احتمال كبير ان الاوضاع تهدى في العالم الايام الجاية. الحقيقة ان في توقعات من بنوك دولية زي بنك مورجان ستانلي اللي قال ان لو الامور مشت في اتجاه هادي شوية والازمة انتهت، ممكن الدولار ينزل كمان قدام الجنيه في مصر بنسبة من 4% ل 5% تقريبا. بس الخبير الاقتصادي وائل النحاس شايف إن الدولار صعب ينزل بشكل كبير الفترة الجاية حتى لو الدنيا هديت، لأن في ضغوطات على الدولار بسبب أزمة الطاقة. أما بقى بالنسبة للذهب، عمرو المغربي عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية قال للوطن إن الذهب دايما بيبقى عكس اتجاه الدولار، يعني لو الدولار زاد الذهب بينزل عالميا والعكس صحيح. بس قال إن دلوقتي فرصة حقيقية لشراء الذهب، لأن الذهب هيوصل لأعلى قمة تاريخية الأيام الجاية، خصوصا لو الأزمة العالمية انتهت، لأنه متوقع إن أول ما الأوضاع تهدى الأونصة توصل ل 5000 أو 5100 دولار. ودلوقتي قول لنا توقعاتك عن الذهب والدولار.